بنتشرف دايما بوجودنا دايما مع نقابه الاطباء في كل الحفلات العامه اللي بتعملها، يعني لمعرفتنا بالدور المهم اللي بتقوم بيه النقابه في الفيوم. والحقيقه انا حابب استغل يعني الكلمتين دول في الاعلان كده عن حاجه مهمه خاصه بمجموعه الحياه القانونيه الطبيه. يعني سبحان الله ان قمص لوقا كان لسه بيتكلم في الموضوع ده دلوقتي، هو موضوع الطب النفسي وعلاج الادمان. واحنا الحقيقه كان مجموعه الحياه كنا من ساعه ما بدانا من سنه 2016 كنا دايما بنفكر في ايه هو اللي ناقص في المحافظه عندنا عشان نحاول نكمله. احنا عباره عن مجموعه من الاطباء، كل ما بنضم تخصص جديد نحاول نعمل حاجه تخدم هذا التخصص ونقدر نطور بيه الخدمه الطبيه في المحافظه بتاعتنا. طبعا لاهميه وجود القطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي علشان نقدر نرفع من الخدمه الصحيه المقدمه في المجتمع. ووسعنا حتى المدارك بتاعتنا شويه وبدانا نفكر كنقابه او كاتحاد مهن طبيه بشكل عام. يعني ضمينا برضه زملائنا من طب اسنان وعملنا مركز اسنان كويس الحمد لله عندنا في الحياه. ضمينا زملائنا من العلاج الطبيعي وعملنا برضه مركز علاج طبيعي على احدث المستويات برضه في الفيوم. ولما فكرنا ندخل القطاع بتاع الطب النفسي درسنا في الاول السوق، وللاسف السوق بتاع الطب النفسي في مصر مهمل جدا. يعني دي مساحه مظلمه في الطب عندنا للاسف. ممكن بسبب يعني لسه في بعض الاطباء حتى هذه اللحظه بيعتبروا ان الطبيب النفسي يعني اللي هو مش بيعمل حاجه. حتى واحنا نواب صغيرين كان يجي لنا الحاله في الاستقبال، لا اصل دي حاله سايكل، لا ازازه محلول ملح على امبول لازكس عشان نعزلها وندخلها الحمام 5-6 مرات ونمشيها من الاستقبال. يعني بنعاقبها انها سايكل. صحتنا من النوم ونزلتنا الطوارئ بالليل فمخنوقين يعني. هو الحقيقه الطب النفسي يا جماعه حاجه مهمه جدا. يعني الناس دول مرضى حقيقيين، سواء كان الناس اللي عندهم سايكوزس او اللي عندهم الاشكال المختلفه بتاع الطب النفسي، او حتى الناس اللي ربنا يعني قدر ان هم يجربوا الحاجات بتاعه الادمان او يديبندنت عليها. الناس دي اللي هيتعامل معاهم على ان هم ناس مذنبين او مخطئين او هو اللي عمل في نفسه كده. يعني ما هو اللي بياكل كتير وبيجيله سمنه وبيجيله امراض السمنه كلها والقلب، ما هو اللي عامل في نفسه كده. وده مريض وده مريض. حتى اللي راح منهم الحاجات بتاعه المواد المسبب الادمان، هو ممكن يكون كانت لحظه ضعف في حياته وجرب الحاجه ديت رفعت عنده مستوى الدوبامين في دماغه، حس باحساس عمره ما حس بيه قبل كده فبقى ديبندنت عليه مع الظروف بقى الاقتصاديه والاجتماعيه مع الظروف الحياتيه المختلفه. خلاص مش قادر يبطلها. طب ده المفروض يعمل ايه يعني؟ ينتحر ولا يتعالج؟ طب لما بيجي يروح يتعالج للاسف لما تبصوا في مراكز كتير في القاهره، اكيد طبعا معالي النقيب عارف الكلام ده. يعني احنا ممكن نقول مثلا ان معدل المراكز الطب النفسي وعلاج الادمان في جمهوريه مصر العربيه المرخصه يعني لا تمثل 10% من اجمالي المراكز الموجوده. دي نسبه صادمه. انا ما كنتش عارف المجال ده بس لما بدات ابحث فيه انا اكتشفت كده. ومعظم المراكز اللي موجوده في حتت كتيره بس مش موجود منها في الفيوم الحمد لله يعني، او سمعنا ان في مركز منهم في الفيوم الجديده بس مش متاكدين. اللي بيديروا ناس مش اطباء اصلا. يعني مفيش طب في الموضوع. هو بيديروا ناس اكس ادكت بيفتحوا فندق اشبه بسجن. اللي عنده حد لا قدر الله توجه للادمان يروحوا واخدينه ورايحين حابسينه في الفندق ده، يقعد محبوس قافلين عليه اوضه لا بياكلوه ولا بيشربوه ولا بيعالجوه. يعني مجرد بس ان هم يعني يريحوا اهله منه. دفعوه مبلغ وقدره في الاخر وفي الاخر بيخرج. طبعا هو بيخرج اذا ما كانش يعني مدمن 100% هو بقى مدمن 100% بعد ما خرج، يعني بيخرج ينتقم من اللي قدام المكان ده. أميرة. فاحنا لما فكرنا نحاول ندخل القطاع دوت في الفيوم حبينا نعمل حاجه كويسه. فاخذنا مكان الحمد لله في مكان هادي جدا قدام مدرسه الرساله اللغات فوق النيل. سرايا كبيره جدا فيها مساحات خضراء واسعه، وعملنا يعني يعتبر مركز نموذجي للطب النفسي وعلاج الادمان. اتكلمنا مع زملائنا واعتمدنا على يعني 2 من احسن دكاتره الطب النفسي في الفيوم. طبعا هم كلهم كويسين بس يعني هم دول اللي كانوا عندهم تفرغ عشان يقدروا يبقوا موجودين معانا، اللي هو الاستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الله استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، والاستاذ الدكتور سيد جمعه مدرس الطب النفسي في كليه الطب.
وقدرنا نعمل فريق عمل متجانس، ووفرنا الحمد لله المركز بدأ أعماله من يوم السبت اللي فات بس، وبدأنا نستقبل الحالات بفضل الله سبحانه وتعالى. عملنا خدمة تعتبر متميزة لحد ما من وجود طبيب مقيم 24 ساعة، طبعا دي أحلام مش موجودة في المراكز الأخرى، إنك يبقى في طبيب مقيم. احنا بنتعامل مع الموضوع مستشفى زي ما الكتاب بيقول. يعني ايه مستشفى؟ يعني في طبيب مقيم قاعد 24 ساعة بيستقبل أي حاجة. الحالة اللي بتتحجز لازم تكون موجودة في طبيب موجود بيتابعها وبيظبط لها العلاج. في مرور من استشاريين واخصائيين بالشكل ده. يعني بنحاول نرجع الموضوع للطب تاني بعد ما هو راح لاماكن اخرى غير الطب خالص. بنتعامل مع المرضى بتوعنا على انهم مرضى محتاجين علاج دوائي، ومحتاجين علاج نفسي، ومحتاجين علاج اجتماعي. والعلاج الدوائي في غايه الاهميه. يعني الطب النفسي ده طب بجد، وفي ادويه وفي تحاليل ابطو اللي فيه دلوقتي كروموزومال ستادس، يعني بنعمل تحليل كروموزومات عشان نشوف المريض ده ممكن يستجيب احسن لأي نوع من انواع الايه؟ من انواع الادويه. التحليل ده موجود حاليا، يعني زي الكالتشر سنسيتيف كده عندنا في اليورين مثلا او حاجات زي كده. ايه نوع الانتي سايكوتيك اللي ممكن يناسبه او اللي ممكن يخليه يخف من المرض اللي عنده ده. فالموضوع واسع جدا، والحمد لله احنا اعتمدنا على ناس بايونيرز، يعني طقم كامل معانا حوالي 20 طبيب من مجال الطب النفسي وعلاج الادمان، والدنيا مفتوحه ان شاء الله لغيرهم، ونتعشى ان يكون اضافه جديده للمحافظه بتاعتنا ويساهم في تطوير المجال دوت ان شاء الله. شكرا ومش هطول على حضرتك.